دايمًا الجيل التاني بيواجه مشكلة، إن هو يعني شايل إرث مهم جدًا ويعني تاريخ، إمم. وفي نفس الوقت لازم يواكب العصر ولازم يدخل في مسارات مختلفة. احكِ لي كده قصتك. هو أنا أولًا يعني أنا خريج اقتصاد وعلوم سياسية. أمّا اتخرّجت فكّرت إن أنا أشتغل في حتّة برّه شُغلنا الأول. والله مش الفكرة كانت إن أنا علشان مش عاجبني الشغل أو حاجة، بس فكرة إن أنا أمّا تشتغلي مع والدِك بيبقى ما فيش discipline، ما فيش التزام بالمواعيد، ما يبقاش بيبقى في بقى حتّة إحنا في البيت وفي الشغل، فبيبقى في الحتّة دي. فقُلت عايز حتّة كانت تفرمطني كده، تضبّطني. وفكّرت ساعتها في البنوك، كان كل زمايلي يعني بيشتغلوا بنوك وكده، بحيث البنك بقى لازم الساعة 08:00 والحاجات دي كلّها. بس الحقيقة فشلت تمامًا، يعني اتقدّمت واتقبلت، بس كانت الشغلانة هتبقى صعبة أوي، وكان يعني ما كانتش ألطف حاجة، يعني رضخت ورُحت ابتديت شغل مع والدي. الجيل التاني دايمًا بيواجه أي حد هتسأليه في كل أنحاء الدنيا على فكرة، وأنا قابلت ناس كتيرة برضه second generation كده، بيبقى عندهم دايمًا مشكلة مع الوالد. إمم، بتبقى دايمًا خناقات، إمم. دايمًا خناقات. اسألي أي حد اشتغل في النشر أو حتى في غير النشر، لإن بيبقى في صراع يعني مش يعني السِن شوية. إمم. ده عايز يشتغل بطريقة، وده عايز يشتغل بطريقة، ده شايف إن أنت المفروض تعمل صراع الحاجة كده. أجيال، يعني في جيلين بالضبط. مختلفين، فكرين مختلفين. وأنت جاي بحاجة وأنت فاكر بقى إن أنت هتعمل ده، ولأ، طب اعمل ده ما تعملش ده، لأ أنا عايز أعمل ده مش عايز أعمل ده، دايمًا بيبقى في حتة الصراع دي. إمم. في حالتي أنا كان في الصراع ده على طول. أنا اشتغلت مع والدي بالضبط 8 سنوات، دول اللي هم يعني full time، غير إن أنا كنت باشتغل أيام جامعة وأيام ثانوي وأيام إعدادي. أنا ابتديت أول مرّة في سَتّة ابتدائي، فاكر أول مرّة ياه! رُحت بالمواصلات حتى لوحدي. إحنا إمم. كنا في مصر الجديدة والشغل في وسط البلد. كان أول مرّة أركب بقى ميكروباص وأنزل وأغيّر وأمشي وحاجات كده، كانت تجربة يعني كانت لطيفة أوي ساعتها في السن الصغير يعني. وبعدها وكان والدي عيان فترة، فقعدت أنا اللي أروح فترة، وأنا برضه ما بافهمش حاجة في الشغل، بس كان لازم يعني كتواجد. ودي كانت حاجة بابسطها هو بشكل شخصي يعني، إن يعني طب at least في حد معلش كده. هاقاطعك في الحتّة دي، اتفضل. أنت كنت مبسوط والّا كنت جدًا. بتعملها كواجب يعني؟ لأ، لأ، جدًا. وقتها وقت إن الواحد يعني صغير، ما تحسّي إن ليكِ قيمة، وتحسّي إن الناس عارفاكِ، وتحسّي إنِّك بتعملي حاجة. بس إمتى مش كده. حسّيت إن في صراع بقى يعني لمّا ابتدينا شغل بقى. شغل بقى جَد بقى؟ لمّا تبقى ليكِ رأي ويبتدي لأ، إحنا بنعملها كذا، طب ما نعملها كذا، لأ ليه؟ مش شرط رأيي بيبقى صح. يعني في أوقات كتيرة بعد كده اكتشفت إن هل هو غلط. حسّيت بإحباط أحيانًا كتير. وحبّيت مثلًا وكنت حابب إنّك تسيب الشغل وتدوّر على شغل تاني وكده؟ مش لدرجة إني أسيب، بس آه. إحنا كان عندنا، أنا فاكر في يوم روّحنا البيت، يعني كنا عندنا خلاف في الشغل يعني جوهري كده. وروّحنا البيت وقعدنا من الساعة 08:00 يمكن للساعة 12:00 في البيت مع والدتي، وقاعدين الحقيقة والدي كان في ميزة كبيرة أوي، إن هو كان بيسمح بالحوار. إمم. يعني مش شرط إن إحنا نعمل اللي هو عايزه في الآخر، أو يعني في الآخر بنعمل actually اللي هو عايزه، بس بيسمح إنِّك تقولي وتعبّري وتعترضي وتختلفي وحاجات كده. إمم. فقعدنا، وماما كانت ساعتها تقعد تعمل لنا ليمون ونتغدى تهدّي ونتعشى الأجواء. يعني تحاول تهدى كده، بس كنا قعدنا. وده اتليست كان بيحسسني ان انا بعبر عن نفسي، يعني بقول وجهة نظري. ولو طلعت غلط ولو طلعت انا صح، طبعا كنت بقعد بقى شفت مش قلنا إمم. مش كنا عملنا مش كده. بس كل ده انا ما كنتش عارف قيمته غير بعد ما والدي توفى سنة 2005. وبقى خلاص الساحة مفتوحة ليا وانا واختي، لان انا ما كنتش لوحدي في الموضوع ده، انا اختي ويعني فخور دايما ان هي مديرتي. إمم. فاحنا الاتنين كان علينا العاتق ده بقى، هنعمل ايه يعني بعد بقى الحكايه دي؟ اتفضل، عارفه اللي هو مش عمال عايز تشتغل، ورينا بقى هتعمل ايه. إمم. فكان ده بقى بدايه التحدي الكبير فعلا، زي ما حضرتك بتقولي كده. هنعمل ايه؟ هنكمل، هنوقف، هنغير، هنطور ايه؟ طب نطور ازاي؟ كانت بتبقى النقطه كده، يعني زي ما بيقولوا ميك اور بريك.